السلام عليكم. مش عارفة بس ازيكم عاملين ايه واخباركم؟ يا رب يكون كله كويس. لو حد شايفني والصوت تمام وكل حاجة كويسة يا ريت تقولولي. انا هستنى شوية، هعمل بقى invitation. يلا هو في ناس ابتدت تيجي اهي. اوكي، بعتولي كده قولولي الصوت كويس والصورة تمام واضحة ولا الدنيا مش مظبطة. هعمل كده invite شوية. احنا قلنا بس نعمل اللايف بدري شوية عشان ما نجيش اخر الليل كده والناس كلها تكون خلاص بقى عايزة تنام. قلنا نعمل اللايف بدري شوية ان شاء الله. كل اللي قدم في اللوتري ربنا يوفقه ان شاء الله، بس لسه ان شاء الله الشهر الجاي. سمر ازيك يا سمور؟ ان شاء الله. هيا دود، تمام كده. اوكي تمام، انا هبدأ كده ان شاء الله اتكلم على اماكن السياحة والاماكن اللي احنا نقدر نروحها، وازاي نروحها باقل الاسعار لو نقدر، وايه اللي ممكن يفيدنا وده هيعمل ايه يعني علشان خاطر ايه محدش يحس ان هو زهقان ومتضايق. هنا البلد برضو شوية بلد فيها كل حاجة حلوة، بس في شوية كده مع الشتاء وساعات الواحد بيتوه ما بيعرفش يروح فين والاماكن اللي نروحها. فان شاء الله كده اقدر ايه اقول لكم معظم الاماكن اللي هي تبقى موجودة. انا هتكلم الاول بالنسبة لنيويورك ونيو جيرسي، ده اللي انا هقدر اتكلم عليه دلوقتي. وبس اللي انا هتكلم عليه دلوقتي ممكن ينطبق على اي ولاية، يعني في ستيبس كده صغيرة ممكن تتعمل تقدروا ان انتوا تعملوها وتقدروا تخرجوا في، يعني تدوروا على اماكن خروجات في الولايات كلها، اي ولاية انتوا موجودين فيها. فنظبط كده شوية ونشوف، بس الناس تبدأ تيجي ونبدأ على طول. تمام، اول حاجه هتكلم ان اذا كان نيويورك، نيو جيرسي، بنسلفانيا، اي ولايه، كل الولايات وكل منطقه وكل حته بيبقى فيها باركس كتيره للولاد، وكلها افيلبل وكلها متاحه لكل الناس، فري، ما فيهاش اي حاجه تقدر تدفع. ده يعني حاجه كده علشان خاطر الناس تقدر تفك عن نفسها شويه، تقدر الناس ان هي ما تبقاش حاسه بخنقه، وتقدر الناس ان هي ايه تفك كده، وولادها تقدر تتعامل مع اطفال تانية، والناس يعني يبقى في شوية communication مع الناس بره. ثانية واحدة عشان في اصوات.
فالبارك دي فيها مراجيح وزحاليق وكل حاجه للاطفال، وتبقى امان جدا، وفيها كمان بيحطوا في الارض حاجات كده بحيث ان لو الاولاد وقعوا ما حدش يتعور ولا حد ان هو يقدر يحصل له اي حاجه تضايقه. ودي هتخلي الولاد والامهات والابهات وكل الناس تقدر ان هي في حواليها طبيعه، في شجر، حتى لو هي حوالين البيوت ولا حوالين اي مكان ما فيهوش طبيعه، بس الناس على الاقل هتشم فيها هواء كويس، والناس تقدر تستمتع على قد ما تقدر، واولادهم يقدروا يلعبوا مع اطفال في سنهم، ويقدروا ان هم يتعاملوا مع الناس اللي بره، ويقدروا ان هم يقووا اللغه، وهيقابلوا طبعا كل الناس من كل الجنسيات المختلفة، والناس كلها بتبقى ظريفة. الناس بتبقى رايحة البارك دي عبارة علشان خاطر ان هي تتبسط وتبسط اولادها. فده بالنسبة للباركس اللي هي البارك العامة اللي هي public park اللي هي موجودة في كل مكان، كل كام شارع هتلاقوا بارك، فدي تقدروا تروحوا في اي وقت في اي حتة من غير اي فلوس خالص. بالنسبة بقى اللي هي الاماكن اللي بره شوية، سنترال بارك دي اكبر بارك في منهاتن. سنترال بارك دي يعتبر فيها كل حاجه، تقدروا تروحوا فيها فور فري، مجرد بس ان انتوا مجرد ما هتاخدوا ترين وتروحوا بس البارك، مجرد ان انتوا تتمشوا فيها. برضو مراجيح للاولاد، فيها زحاليق، فيها طبيعه جميله جدا، تقدروا تعملوا فيها بيكنيك، تقدروا تاخدوا ملايه وتقدروا تقعدوا تاخدوا اكلكم، يعني خروجه في منتهى البساطه. في نفس الوقت ده للناس اللي هي عايشه هنا والناس كمان اللي جايه سياحه. سنترال بارك دي من المعالم بتاعت امريكا. فسنترال بارك دي فيها كل حاجه، فيها متاحف، فيها زو صغيره، فيها ملاهي، وفيها سينما صغيره، فيها تعتبر شامله، وهي كبيره جدا. من منهاتن اعتقد بتروح لحد برونكس وبروكلين، يعني فيها بتتوزع في كل حته. فسنترال بارك دي برضو من الاماكن اللي هي تقدروا تروحوها وتبقى مقتصده، والناس اللي هي حابه تتفسح بس في نفس الوقت مش عايزه تكلف نفسها، بما ان المعيشه شويه بتبقى sometimes كده الواحد بيبقى يعني عايز يعمل بادجت صغيره وكده. فدي بالنسبه لكم ان انتوا هتاخدوا بس الترين، وممكن تاخدوا سندوتشات بتاعتكم والاكل بتاعكم في اي وقت وتروحوا هناك، محدش هيقول لكم اي حاجه خالص. وده بالنسبه لسنترال بارك. التايم سكوير برضو فيها حديقه حيوان والعاب، انا قلت يدو. التايم سكوير دي طبعا اي حد من اي حته في العالم بيجي التايم سكوير عشان يتفرج عليه. هي مجرد طبعا شوارع ومحلات والانوار، اعتقد بيسموها المدينه التي لا تنام باين ولا ايه. فهي دي برضو فور فري، تقدروا في اي وقت تروحوا، بتنزلوا صبح بالليل، طبعا هي المتعه بتاعتها كلها بالليل بس بتطرح في اي وقت. مجرد ان انتوا تتمشوا هناك انتوا كده عملتوا تغيير جو. قريبه من ايه؟ من السنترال بارك. ايوه اوكي تمام ماشي. فالمواصلات حواليها في كل حته، انا قلت ترين المواصلات يعني. المهم في التايم سكوير دي تقدروا ان انتوا في اي مكان من اي حته تروحوها، برضو مواصلاتها سهله. كل الناس لو انتوا بس كتبتوا على جوجل ان انتوا عايزين تروحوا تايم سكوير، اقرب ترين ليكوا او اقرب محطه مترو يعني ليكوا، هيودوكوا على التايم سكوير، هيقولوا لكم انتوا برضو هتقدروا تاخدوه ازاي ومنين وتنزلوا فين. فدي مجرد التمشيه فيها متعه اصلا. فدي بالنسبه للحاجات اللي هي يعتبر فري وان هي تقدر الناس كلها تتبسط بيها. طبعا في مكان تاني اسمه تشاينا تاون، انتوا لو مشيتوا شويه، وفي ليتل ايطالي، كل الحاجات دي مجرد مشي ان انتوا تشوفوا الدنيا عامله ازاي. وامريكا ودي نيويورك مشهوره بالاماكن دي كلها. تمام. في بقى الناس اللي هي جايه سياحه، والناس برضو اللي لسه قاعده في امريكا وحابه ان هي تعمل تغيير شويه. كلنا طبعا لما بنروح منهاتن بنشوف القطر اللي هو الدورين دون، قصدي سوري الباص اللي هو الدورين ده، اسمه هوب اون هوب اوف. ده بيتاخد من مكان معين، بيتقطع له تيكت، وبتقدروا تلفوا بيه في نيويورك، يعني في منهاتن يعتبر، وبيروح لحد بروكلين، يعني بيروح اماكن معينه بيخلي الناس تقدر تنزل تطلع، بيبقى فيها يعني كذا ستوب. يعني ده بيتجاب عن طريق تيكت برضو، يا اما عن طريق جوجل بتكتبوا ان انتوا عايزين تروحوا، يا اما ثانيه واحده معلش، يا اما بتكتبوا عن طريق جوجل ان انتوا عايزين الباص ده، هيجيب لكم بالظبط ان انتوا تاخدوه منين وتقطعوا التيكت منين. وفي كمان ابلكيشن انا حابه اقول عليه اسمه جروب اون دون، عباره عن ابلكيشن بتنزلوه اي مكان انتوا عايزين تحبوا تروحوه من الاماكن اللي انا هقولها.
التيكيتات بيدوكوا عليها خصومات على حسب ما هي بقى موجوده. الخصومات دي موجوده ولا لا، والخصومات مثلا يعني زي مثلا لو في مكان ب $100 ممكن يقول لكم عليها مثلا ان ده ب 80، تقطعوا التيكت في ايام معينه في وقت معين، الكلام ده كله. فان انتوا دون هيساعدكم كتير. مجرد ان انتوا هتخشوا عليه تكتبوا اسم المكان اللي انتوا عايزين تروحوا، هيطلع لكم اذا كان ليه تيكت ولا ملهوش، وليه خصومات ولا ملهاش، وتقدروا تجيبوه. وان بعد كده يا اما بقى بتدفعوا عن طريق كارت، ان انتوا بتدفعوا عن طريق كارت وبتروحوا المكان ده، بتوريهم الكونفirmation نمبر على طول، بيدوكوا التيكت بتاعه ان انتوا تقدروا تركبوا على طول، او يا اما تدخلوا المكان يعني عامه، او يا اما بتروحوا المكان نفسه بتقول لهم ان احنا عايزين ناخد العرض ده من جروب اون، وهم برضو هيساعدوكوا فيه كتير. فجروب اون ده بقى هينطبق عليه حاجات كتير ان انتوا تقدروا تروحوها. يعني ممكن تلاقوا اماكن للستيت اوف ليبرتي. طبعا الستيت اوف ليبرتي ده برضو معالم من معالم نيويورك، اللي هو تمثال الحريه. تقدروا ان انتوا تروحوه، برضو ليه تذاكر وليه اماكن بتطرحها، وفي تحتيها بارك جميله. برضو تقدروا ان انتوا حتى لو انتوا مش عايزين تطلعوا فوق، مش عايزين تدفعوا فلوس، تقدروا تروحوا البارك دي وتقدروا ان انتوا تقضوا وقت جميل هناك. طبعا الاماكن اللي انا بقولها دي كلها عباره عن اماكن مفتوحه، هتنفع مثلا في الصيف وفي الربيع، وممكن في الوقت زي اللي احنا فيه ده في الخريف. لكن طبعا في الشتاء هيبقى صعب شويه، لان كل دي اماكن مفتوحه، وطبعا الجو ساقع وكده، والساعة في نيويورك ونيو جيرسي بتبقى فظيعة شوية، فبرضه في ناس ما بتقدرش تستحمل الكلام ده. فالكلام ده كله انا بقوله لوقت الربيع، للصيف، للخريف، لما يكون الجو لسه معقول شوية. تمام. فده عندكم بقى ستاتيو اوف ليبرتي وذا ايدج. ذا ايدج ده من الاماكن اللي لسه جديدة، عبارة عن مكان كده بيتدخل كله ازاز وظريف يعني، برضو ليه تيكتس معينة، برضو ممكن تدوروا عليها على جروب اون. والامباير ستيت بيلدينج و بس دي يعني يعتبر الاماكن اللي هي في منهاتن، اللي هي من المعالم الاثريه هناك. في طبعا كمان في المتاحف. قبل ما ادخل على المتاحف، في حد عنده سؤال؟ عشان بس ما يبقاش كلام كتير ورا بعض والناس تزهق. لو في حد عنده اي سؤال ولا اي حاجه ممكن يكتب لنا في الكومنتس، وانا هحاول على قد ما اقدر ان احنا انزل كل الاماكن اللي احنا قلناها في اللايف، تنزل ان شاء الله في بوست، عشان كل الناس تبقى موجود عندها الاماكن دي وتقدر ان هي تلاقيها بسهوله يعني. حبيبتي يا شوشو. هنتكلم بقى عن المتاحف. المتاحف هنا كتيرة جدا، انتوا بس مجرد ما تكتبوا ميوزيوم على جوجل، ميوزيوم نير مي ولا ميوزيوم ان انتوا تروحوا، هتلاقي متاحف كتيرة جدا موجودة هنا. كل حاجة عاملين لها هنا متاحف. فانتوا حابين بقى اي متحف، هنا المتاحف معظمها، انا هحاول برضو اكتب شوية متاحف كده، دول مش فري بس تعملوا لهم دونيشن، اللي هو يعني always free، يعني اللي هو pay what you wish، اللي انتوا عايزين تدفعوا. ممكن تدفعوا $، ممكن تدفعوا 5، ممكن تدفعوا 10، ممكن ما يعني 50 سنت زي ما انتوا عايزين، بس هم عايزين الناس تروح تتثقف. والمتاحف دي على فكرة كويسه جدا للاطفال، هم اوريدي بيدوها لهم في المدارس وبيدوهم خلفيه عندهم، فلما الولاد يروحوا يشوفوا الكلام دون على يعني على الحقيقه وبعينيهم، هتلاقوا ان الولاد عندهم معلومات كتير، والموضوع بالنسبه لهم بيفرق جدا، والمعلومه بتفضل في الذاكره عندهم. فالمتاحف حلوه جدا ومفيده جدا للولاد. في منهم الامريكان ميوزيوم اوف ناتشورال هيستوري، ونيويورك بابليك لايبراري تور، وميوزيوم اوف ذا سيتي اوف نيويورك. انا برضو هكتب كل المتاحف دي كلها متاحف فري، بس بتدفعوا لها اللي انتوا عايزينه. زي ما انا قلت لكم، انتوا تدفعوا اي فلوس انتوا عايزينها، $، $2، $5، الكلام ده كله. فالاماكن دي يعني لطيفه جدا، والولاد هتتبسط بيها جدا. في كمان في نيويورك الزو، حديقة الحيوانات. هنا حديقة الحيوانات لطيفة قوي، وفي اماكن يعني فيها حاجات حلوة تتعمل، للولاد بيحبوها كلهم. طبعا اكبر واحدة في نيويورك برونكس زو من الاماكن اللطيفة اللي الولاد بتحبها قوي، والناس ما بتتعبش فيها. وعلى فكرة بيبقى الناس اللي معاهم اولاد صغيرة، بيبقى فيه هناك عربيات للاولاد عشان هي مطالع ومنازل وحاجات كده، فبتقدروا ان انتوا تأجروها. مش عارفه برضو حاجه بسعرها مش غالي يعني.
بس بتقدروا تأجروها عشان تحطوا الولاد وتقدروا تزقوهم وما تتعبوش يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالولاد بتتبسط بيها جدا. برضو فيها طبعا حيوانات كلنا بنشوفها، الأسد، كل حاجة وكلها أمان وسيف. الأسد، الزرافة، في أماكن عاملينها للزواحف، فيها مكان اللي هو كلب البحر بيعمل شو. هما بيدوكوا بيبقى فيه كده اول ما انتوا داخلين في ماب، خريطه، بتقدروا وانتوا داخلين بتعرفوا انتوا ماشيين ازاي وبتقدروا تعملوا ايه. وفي ممكن تقدري باين بيركبوا الجمل يعني فيها اكتيفيتي كده للاطفال بتبقى ظريفه، وحتى الكبار بيتبسطوا فيها جدا. وعايزه اقول لكم ان برونكس زو يوم الاربعاء دايما بتبقى فري، بتدخلوا فري، محدش ولا بتدفعوا فيها اي حاجه. يعني انتوا لو عايزين خروجه اقتصاديه جدا هتركبوا الباص او تركبوا القطر لحد برونكس زو من المكان وريفر اللي انتوا فيه. هتاخدوا معاكم اكلكم وهتاخدوا معاكم السناكس بتاعتكم بتاعت الولاد وتروحوا على هناك، هتقضوا وقت ممتع جدا. حبيبتي يا شوشو بنور. ده بالنسبه لبرونكس زو، دي اكبر زو في نيويورك. وفي كمان كوين زو. كوينز زو دي برضو عبارة عن حديقة حيوان صغننة شوية، برضو فيها حيوانات وفيها برضو كلب البحر والبطريق بيعمل شو. وفيها زي فارم صغيرة، يعني ممكن تأكلوا المعزة، تأكلوا الخروف، فيها فراخ، فيها الحاجات دي الولاد بتحبها جدا. يعني بتبقى زي حظيرة صغيرة او حاجة كده، يعني بيبقى فيها اكسبيرينس حلوة. وبرضو اسعارها رخيصة جدا. وبتبقى يوم الاربع بتبقى فري، لا سوري، يوم الجمعة من الساعة 4 للساعة 8 بالليل بتبقى فري. يعني اي حد عايز برضو يروحها فور فري بيروحها. هي عامة التيكت بتاعتها مش غالية. ده بالنسبة للزو. وفي الاكواريوم دون عبارة عن زي عالم البحار عندنا، انا مش عارفة اسمه ايه بالعربي، بس هو زي عالم البحار. بتخشوا تشوفوا كل حاجة، كل ما يخص الاسماك وكل ما يخص البحار والكلام ده موجود في بروكلين. التذاكر بتاعته برضو مش غالية، بس ممكن برضو تلاقوها على جروب اون بأسعار لطيفة. وهي برضو يوم الاربعاء بعد الساعة 3 بتبقى فور فري. فبرضو اللي حابب يروح يعمل الاكسبيرينس دي هتبقى لطيفة جدا. الولاد هيحبوها والكبار كمان هيتبسطوا فيها جدا. اعتقد ده كل حاجه. في كوينز كمان مكان اسمه هول اوف ساينس. هول اوف ساينس ده عباره عن اماكن كده ايوه احواض ايوه حضرتك الاسماك، معلش اعذروني يا جماعه، معلش. الهول اوف ساينس ده مكان مقفول كده بس ظريف جدا، الولاد بيحبوه. فيه حاجات كلها يعني علوم، يعني ازاي بتطير الحاجة في الهواء، ازاي بتتعمل، ازاي يعني اكتشافات كده. فظريفة جدا. برضو هي بتيكت وليها ممبرشيب لو حد، في ناس بتحب تروح على طول لان على طول بيعملوا ايفنتس هناك والكلام ده، فبتبقى لطيفة برضو. بس هي برضو في يوم بيبقى فري، اقول لكم هو ايه بالظبط. ساندي بيبقى فري، يوم الحد بيبقى فري، ويوم الخميس من الساعه 3 ل 5 فري، تقدروا تدخلوا من غير فلوس خالص. فبرضو يعني كل الاماكن دي اللي كل واحد عنده بادجت او عنده يعني مش قادر على خروجه، هنا بابسط الاسعار تقدروا تخرجوا وتقدروا تتبسطوا انتوا وولادكم وتهفن وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه. يعني مفيش حاجه هتوقف اي حد، يعني اللي معاه فلوس هيقدر يخرج واللي معهوش فلوس هيقدر يخرج. ده بالنسبة، اتكلمنا عن المتاحف، اتكلمنا عن الأماكن في منهاتن. في مكان في منهاتن كمان اسمه مدام توسو، ده عبارة عن متحف الشمع، فيه بقى كل الممثلين، كل الشخصيات، يعني كأنهم حقيقي. برضو تجربة لطيفة جدا. هحاول يا شاذة والله لو رحت أماكن والحاجات دي هحاول أعمل لايفات من هناك والله وأوريكم الدنيا على الحقيقة. يعني بتبقى لطيفة جدا، الدنيا بتبقى حلوة. بس فده معظم الاماكن. وطبعا لو انتوا على جوجل كتبتوا things to do near me هيطلع لكم يعني اشياء نفعلها يعني قريب لينا، قريبا مننا، هيطلع لكم كل الاماكن اي حته انتوا عايزين تعملوها. عايزين تكتبوا متاحف، عايزين تكتبوا بارك، عايزين تكتبوا اي حاجه، جوجل هو المرشد بتاعكم في كل الاماكن. انا في نيو جيرسي، كنت في نيويورك ودلوقتي في نيو جيرسي. تمام. فده اعتقد انا كده لميت كل الدنيا في نيويورك. ولو حد عنده اماكن تانية انا ما قلتهاش، اكيد مش هعرف اقول كل الاماكن. نيويورك مليانه اماكن طبعا.
واللي عنده اماكن يا ريت يحطها، هتنفع ناس كتيره يعني. لان احنا حبينا نعمل اللايف ده لان في ناس كتير سالتنا، قالت لنا ان هم مش بيعرفوا يخرجوا هنا خالص، ما بيعرفوش اماكن يتفسحوا فيها. فاحنا حبينا يعني نقول للاماكن للناس اللي هي تقدر تتفسح من غير ما تكلف نفسها تكاليف جامده يعني. هنا الفسح كتير، لو كل اسبوع عملتوا فسحه من دي هتلاقوا الدنيا لطيفه وتشوفوا اماكن كتير حلوه. قلت يا دعاء على متحف الشمع اسمه مدام توسو. كده I think ان انا قلت كل حاجه عن نيويورك. موضوع بقى البحر والحاجات دي ده هتتكلم عليه في لايف تاني، ده لوحده هنعمله لان في اماكن كتيره يعني في البحر وكده ظريفه برضو، اللي هي الاماكن اللي الواحد لو حد عايز يقضي يومين بره الولايه بتاعته وكده، فده بقى هتتكلم عن الموضوع ده. كنت في مكان تاني كنت حابه اقول عليه Children Museum، ده متحف للاطفال. ده عامل زي لو حد راح في القاهره كيدزينيا، اللي هم ازاي الولاد يعملوا بيتزا، ازاي الولاد يستكشفوا يركبوا عربيه اسعاف، يركبوا عربيه بوليس، الكلام ده كله ظريف جدا. ودعاء قبل كده قالت على نيويورك اي دي نيويورك دون، تقدروا تدخلوا بيه المتحف فور فري، فده جميل جدا والولاد بتتبسط فيه بطريقه تحفه. وفي اكسبيرينس ان هم يحسوا بالملمس، اللي هم الولاد اللي لسه بيتعلموا الملمس، الخشن الناعم، الرف، الحاجات دي كلها، الميه، الكلام ده كله حلو جدا. الولاد في السن مثلا 3 سنين مثلا لحد مثلا سن 10 سنين بيحبوا المكان ده جدا. موجود في بروكلين، لو كتبتوا برضه هيطلع لكم العنوان بالظبط. تمام. في حد عنده سؤال قبل ما ننقل على نيو جيرسي؟ تمام. اوكي. انا خلصت نيويورك يا سمسم، قلت اماكن كتير قد كده، فممكن بقى تدخلي تشوف. تمام. هدخل بقى على سوري على نيويورك، انا هدخل بقى على نيو جيرسي دلوقتي. هي نيو جيرسي معلش يا سمسم، يعني هي ما كتبت، ما قلتش حاجات، يعني اللايف مش طويل قوي. ما انا هعمل كده شوشو، لسه قايله على قد ما اقدر هكتب كل الاسامي وكل الاماكن، هحطها في بوست بحيث ان الناس كلها تقدر توصل لها بسهوله. تمام. ندخل بقى على نيو جيرسي. اكتر حاجتين مشهورين في نيو جيرسي 6 فلاج وامريكان دريم مول. 6 فلاج دي عباره عن يعني ملاهي كبيره جدا زي دريم بارك، بس متقسمه كذا حاجه، يعني فيها اقول نيويورك بسرعه قبل اماكن كتير هتلخبط. اوكي، احنا اتكلمنا على الباركس، بابليك باركس، اتكلمنا على السنتر بارك، اتكلمنا على بروكلين بريدج، اتكلمنا على تشاينا تاون ليتل ايطالي، وطبعا تايم سكوير، والباص بتاع هوب اون هوب اوف، وامباير ستيت بيلدينج، وذا ايدج، وايه تاني، والبرونكوس زو، تشيلدرن ميوزيوم، هول اوف ساينس، مدام توسو، الاكواريوم، وكوين زو. تمام. انا قلت كده كل الكلام ده كلها اللي هي الاوت دور، اللي هي الاندور هقولهم بقى لان هي نيو جيرسي ونيويورك مشتركين في الاندور مع بعض. وقلت على الميوزيوم كلها you can pay what you wish، اللي انتوا عايزين تدفعوه بتدفعوه، مش لازم تشتروا تيكت معين. واتكلمت عن الابلكيشن بتاع جروب اون، تقدروا تاخدوا منه اي حاجه انتوا عايزينها، ممكن تقدروا تلاقوا تيكتات ايفن، حتى لو ممكن تلاقوا حاجات في السفر، بس انا مش عايزه ادخل في موضوع السفر عشان ده هنعمله ان شاء الله لايف لوحده. تمام كده يا دودو، ولا في حاجه تاني ممكن نقولها؟
ندخل بقى على نيو جيرسي. احنا قلنا على ان اكتر حاجتين مشهورين. شكرا. السينمات هقولها لوحدها لان السينمات دي اندور، فانا هتكلم على الاندور لوحده. ثانيه واحده. تمام، هقول بس في الاخر. تمام. نيو جيرسي بقى فيها احنا قلنا مكانين. امريكان دريم مول ده اشهر مول، لسه معمول يعتبر ايام الكورونا، ايام الكوفيد. والمول ده فيه ثيمز بارك وفيه ووتر بارك. الثيمز بارك اللي هي زي ملاهي كلها بتاعت نيكليديان، بتاعت الشخصيات بتاعت الكرتون، ولطيفة جدا للأطفال. برضو بتخشوا ممكن تحجزوا من المول نفسه، وتقدروا تحجزوا اعتقد اونلاين كمان. فيها التيم سبارك دي الولاد كلهم بيحبوها. فيها مراجيح بقى والحاجات اللي بتلف والقطر والحاجات اللي هي الولاد بيحبها دي كلها. وكمان فيها ووتر بارك. الووتر بارك بتاعتها ظريفة. دي بتبقى عبارة عن ملاهي مائية. دي ممكن الواحد يقضي فيها يوم لوحده هناك. برضو بتشوف التيكتس بتاعتها من هناك، او بتقدروا تحجزوها اونلاين. كل حاجة موجودة يا اما في المكان نفسه يا اما في الاونلاين. وساعات كتير لما بتحجزوا اونلاين بتبقى ارخص من ان انتوا تروحوا تشتروا من المكان نفسه. دي برضو بتقضوا فيها يوم. تقدروا تروحوها صيف شتاء اي وقت، لان هي مقفولة ما فيهاش اي حاجة ولا تحسوا ببرد. يعني في الشتاء المية بتبقى دافية، وفي الصيف المية بتاعتها بتبقى لطيفة جدا. زحاليق بقى، ووتر بارك واكوا بارك والحاجات دي كلها الولاد بتحبها. دي اندور. وكمان امريكان دريم مول في سكيتنج، في ايس سكيتنج، في طبعا مطاعم، محلات فيها. مش عايزه انسى، فيها كمان ليجو، زي ليجو لاند كده بتاعت الليجو. فيها مكان كده للليجو، فيها المتاهه بتاعت المرايات، فيها اكواريوم صغير. المول فيه حاجات كتير جدا. يعني اليوم المول ده لو عايزين تروحوا انتوا ممكن تروحوا مثلا كذا اسبوع ورا بعض عشان تخلصوا الحاجات اللي فيه. يعني يوم مثلا تيمز بارك اللي هي الملاهي، ويوم الووتر بارك، ويوم تعملوا السكيتنج، الايس سكيتنج، ويوم تعملوا الحاجات الاكتيفيتي التانية. بالنسبه للسكس فلاج، السكس فلاج احنا قلنا زي دريم بارك، بس طبعا اللعب بتاعتها فظيعه وتحفه. فيها طبعا للاطفال، وفيها للكبار، وفيها للي بيخاف واللي ما بيخافش. فيها كل الحاجات. وايام الهالوين بيعملوا فيها حاجات تحفه، وايام الكريسماس بيعملوا فيها ديكوريشن تحفه. الناس بس بمجرد ان هي بتروح تتبسط تهاف فن هناك علشان خاطر تشوف التغيير يعني في الاماكن. هي بتبقى طبعا في الشتاء، يعني في الهالوين بتبقى ساقعه، بس يعني ساعات الجو فيها بيبقى لطيف. بس كده بس بتتبسطوا فيها جدا. بيعملوا فيها اجواء لطيفه جدا في الهالوين. وفي الكريسماس برضو بيعملوا الديكوريشن فيها حلوة قوي. دي عبارة عن برضو ملاهي فيها، بس طبعا لازم تدفعوا تيكت. دايما بيعملوا عروض على التيكت. يعني في الصيف دايما لو اشتريتي كوكا كولا بتدوكوا تذكرة بنص الثمن. تدخلوا على الويب سايت بيدوكوا فيها تذاكر. فيها كمان في الصيف بيبقى فيها ووتر بارك لو انتوا حابين تشتركوا فيه تروحوا كل اسبوع. بتبقى زي ممبرشيب كده. فيها سفاري، تقدروا تدخلوا بالعربية تشوفوا الحيوانات والكلام دي. السكس فلاج يا اسماء. يعني برضو هي مش هتنفع تخلصوها في يوم. يعني انتوا ممكن تروحوها 3-4 مرات ورا بعض عشان تحبوا. حلوة جدا. شكرا يا ياسمين. بيعملوا عليها عروض على طول يا سمسم بصراحة. فلطيفة جدا وكل الولاد بتحبها. ودي حاجة من المعالم بتاعت نيو جيرسي اصلا. تمام. احنا كده اتكلمنا على امريكان دريم مول واتكلمنا على السكس فلاج. برضو نيو جيرسي فيها زو لطيفة قوي اسمها تيرتل باك زو. بصراحة مش عارفة التيكت بتاعتها بكام، بس الزو برضو جميلة، شبه شوية برونكس زو. فيها اكتيفيتي كتير، بس هي بقى ما عندهاش يوم فري. فبرضو اللي حابب يروح، بس الولاد بيتبسطوا فيها جدا. وبيبقوا عاملين ساعات فاميلي نايت اعتقد في الصيف. اعتقد هو ده بس اللي بيبقى ساعات بيبقى فري. فبرضو بتدخلوا على الويب سايت بتاعهم تعرفوا كل الديتيلز، كل التفاصيل بتاعتهم، وتقدروا ان انتوا يعني تشوفوا الدنيا ايه ماشيه ازاي. يعني في كمان
في زو صغيره زي ما قلنا في نيويورك، في كوينز زو صغنونه كده، في برضو في نيو جيرسي بيرجن كاونتي زو برضو زو صغيره فيها معظم الحيوانات، فيها حاجات بسيطة، وبرضو فيها فارم صغيرة فيها فراخ، وفيها المعيز والحاجات دي برضو الولاد بتحب تأكلها. فدي لطيفة. وفي كمان في زي شلال كده صغنن في باترسون، الناس كتير برضو بتروحه، وده برضو فور فري، تقدروا تروحوه في اي وقت، اسمه جريتفول في باترسون، تقدروا تروحوه. لطيف برضو، المناظر هناك لطيفة والجو هناك حلو قوي، فتقدروا ان انتوا تروحوا هناك. وطبعا في برضو ادفنتشر اكواريوم، في برضو هنا في نيو جيرسي اكواريوم اللي هو زي جنينة الاسماك او عالم البحار عندنا. في دي كلها الاماكن الاوتدور. في مكان كمان اسمه ديجرلاند دون عباره عن زي الولاد بيسوقوا تراكات ويقدروا ان هم يحفروا، عاملين لهم يعني الولاد اللي بيحبوا يحفروا ويعملوا حاجات اكسبيرينس كده لطيفه جدا. وفي كمان فيلد ستيشن بتاعت الديناصورز برضو موجوده في بيرجن كاونتي، دي عباره حاطين تماثيل ديناصورات كتيره في كل حته. ف الولاد برضو بيحبوا هناك، مجرد وبيروحوا بيعملوها كمان في بالليل، بتبقى الانوار فيها جميله جدا، يعني برضو الولاد بيحبوا يروحوا هناك. وفي بقى طبعا اماكن في نيو جيرسي، يعني هي ما بين نيو جيرسي ونيويورك، يعني هي في اماكن في نيويورك وفي اماكن في نيو جيرسي للابل بيكينج. الابل بيكينج دي عباره عن مزارع كلها تفاح وخوخ وبامكن وخضار، يعني ان انت تقدري بنفسك تروحي تعملي تقطعي التفاح من الشجر وتقطعي الخوخ من الشجر. بتبقى يعني بتقضي يوم هناك تحفه، الولاد بتتبسط والكبار كمان بيتبسطوا. تقدري طول ما انت جوه ال انا قلت اسمها ايه، الجنينه دي ووسط الشجر، تقدري تاكلي زي ما انت عايزه، بس اي حاجه تاخديها في اكياس وانت طالعه توزنيها بتدفعي، بيبقى كل مكان ليه سعر يعني، بس بتقدري بقى تاخدي اللي انت عايزاه. بس بتبقى في يعني اكسبيرينس، يعني تجربه جميله جدا، وولاده الصغيرين بيحبوها. بيبقى فيه زي حنطور صغير بتقدروا تركبوه، لا فيها اكتيفيتي، والقعده هناك اصلا بتبقى تحفه، يعني الناس كلها بتحبها. فالابل بيكن دي لازم يعني اي حد يجربها. وبعدين اليومين دول اللي احنا فيهم دول، يعني لو اي وقت الجو فيه حلو تقدروا تروحوا، لان هي بقى بتبقى مليانه بامكن اللي هو قرع العسل، لان ده الشهر طبعا احنا داخلين في شهر 10 الهالوين والبامكن والكلام ده كله بيبقى موجود كتير قوي في الباركس اللي زي دي. فالولاد بتبقى بتتبسط والدنيا كده، وبيبقى فيها بقى خضار، تقدروا فيها طماطم، فيها بتنجان، فيها خيار، يعني بتقدروا تعملوا اكسبيرينس، يعني بتاخدوا من الشجر اللي انتوا عايزين. دي بتبقى تحفه جدا. وطبعا نيو جيرسي مليانه برضو متاحف ميوزيوم كتير، يعني انتوا كتبتوا ميوزيوم نير مي او اي ميوزيوم هيطلع لكم كل الميوزيوم اللي انتوا عايزين تروحوها. بس انا مش هقعد بقى اقول الاسامي عشان الناس ما تتلخبطش، وكل ميوزيوم عشان الارت وعشان مش عارف ايه، فهتلاقوا يعني اللي حابب يدور على الميوزيوم هيلاقي طبعا. ده بالنسبه للحاجات الاندور. وفي كمان بارك كبيره هي مش شبه طبعا سنترال بارك، بس في بارك كبيره هنا في بيرجن اسمها اوفر بيك بارك. الاوفر بيك بارك دي يعني فيها كاياك، اللي هم المراكب الصغيره اللي هي بتقدري تأجريها وتنزلي في الليل، لان هي بيبقى فيها بحيرات، فيها ملاهي للاطفال، بيبقى فيها اكتيفيتي كتير برضو. كفايه قوي ان الواحد بيروح يشوف الطبيعه وكل الكلام ده. وفي كمان بارك تانية اسمها ليبرتي ستيت بارك، اعتقد دي في نيويورك، برضو بتبقى على البحر، بتقدري بتقضوا فيها وقت برضو ظريف. ده كل الحاجات دي فور فري. في كمان ايست نيويورك، دي عبارة عن بارك كده، ممشى، بتبقى على مكان عالي، بتقدري تشوفي نيويورك الناحية التانية، يعني انت بتبقي في نيو جيرسي وتتصوري نيويورك وراكي. فبصراحة بتبقى المنظر هناك تحفة ومهدئ للأعصاب جدا، يعني كل الناس بتحب تروح هناك. ده بالنسبة للأماكن اللي هي الخروجات اللي هي بتبقى بره، يعني بأرخص حاجة يعني، وكل واحد على حسب البادجت بتاعه. ده كلها حبيبتي يا دندون. اتفرجي بقى على اللايف تعرفي، ده عبارة عن الخروجات كلها بتاعت نيويورك ونيو جيرسي.
وطبعا الكلام اللي احنا بنقوله دون بينطبق، يعني انتوا اللي في بنسلفانيا، اللي في نورث كارولاينا، اللي في وريفر بقى، انتوا في اي وريفر، انتوا في اي حته. ثانيه واحده.